الو، مع حضرتك إدارة التحصيل. في تأخير يا فندم في سداد قسط القرض. تأخير؟ ازاي؟ انا بدفع قيمة القسط بتاعي 5000 جنيه كل شهر بانتظام. بس حضرتك القسط الخاص بالقرض 7000 جنيه يا فندم، مش 5000 جنيه. سادت لحظة صمت، واترسمت على وش العميلة ملامح صدمة وذهول. انا محمد، ودي دقيقة بنكية، في دقيقة واحدة هتعرف حقك. القصة باختصار: قبل شهور كانت أستاذة أميرة بتخلص إجراءات القرض الشخصي اللي كانت مقدمة عليه. المستندات كانت كتيرة وهي مستعجلة. وصلت لآخر ورقة وكان فيها بيانات لسه مش مكتملة. اتقال لها امضي دلوقتي وهنكمل البيانات بعدين. وللأسف من غير ما تراجع وقعت. نزل القرض في الحساب وبدأت أميرة تسدد 5000 جنيه كل شهر، وهي مقتنعة إن ده القسط المتفق عليه. لكن لما اتصل بها إدارة التحصيل، اكتشفت إن العقد اللي وقعت عليه مكتوب فيه قسط شهري 7000 جنيه. ولأنها وقعت قبل ما تراجع كل البيانات، دخلت في مشكلة كان ممكن تتجنبها. طيب الحل إيه؟ التوقيع على أي مستند بنكي أو حتى غير بنكي معناه إنك وافقت على كل اللي مكتوب فيه. علشان كده ما توقعش على أي مستند فيه خانات فاضية. اقرأ قيمة القسط ومدة القرض وسعر العائد قبل التوقيع. لو أي بيان ناقص أو غير واضح اطلب استكماله أولا. احتفظ بنسخة من المستندات بعد التوقيع. الخلاصة ببساطة: افتكر دايما، دقيقة تقرأ فيها العقد ممكن توفر عليك شهور من المشاكل. ولو شايف إن المعلومة دي مهمة، شارك الفيديو مع أي حد بيفكر ياخد قرض.